وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا أن يقع ذلك منه على وجه الخطأ، ومن قتل مؤمنا على وجه الخطأ فعليه عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله، وعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مسلمة إلى ورثة القتيل إلا أن يعفوا عن الدية فتسقط. فإن كان القتيل من قوم محاربين لكم وهو مؤمن فيجب على القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة ولا دية عليه. وإن كان القتيل غير مؤمن لكنه من قوم بينكم وبينهم عهد مثل أهل الذمة فعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مسلمة إلى ورثة القتيل، وعلى القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله. فإن لم يجد من يعتقه أو لا يستطيع أن يدفع ثمنه فعليه صيام شهرين متصلين بلا انقطاع لا يفطر فيهما ليتوب الله عليه مما فعل، وكان الله عليما بأعمال عباده ونياتهم حكيما في تشريعه وتدبيره. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا على وجه القصد بغير حق مستحلا لقتله فجزاؤه دخول جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وطرده من رحمته وأعد له عذابا عظيما لاقترافه هذا الذنب الكبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله فتثبتوا في أمر من تقاتلون ولا تقولوا لمن أظهر لكم ما يدل على إسلامه لست مؤمنا، وإنما حملك على إظهار الإسلام الخوف على دمك ومالك فتقتلوه تطلبون بقتله متاع الدنيا الزهيد كالغنيمة منه، فعند الله مغانم كثيرة وهي خير وأعظم من هذا. كذلك كنتم من قبل مثل هذا الذي يخفي إيمانه من قومه فمن الله عليكم بالإسلام فعصم دماءكم فتثبتوا إن الله لا يخفى عليه شيء من عملكم وإن دق وسيجازيكم به.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لا يستوي المؤمنون القاعدون عن الجهاد في سبيل الله غير أصحاب الأعذار كالمرضى والمكفوفين، والمجاهدون في سبيل الله ببذل أموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين ببذل أموالهم وأنفسهم على القاعدين عن الجهاد درجة، ولكل من المجاهدين والقاعدين عن الجهاد لعذر أجره الذي يستحقه. وفضل الله المجاهدين على القاعدين بإعطائهم ثوابا عظيما من عنده، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. هذا الثواب منازل بعضها فوق بعض، مع مغفرة ذنوبهم ورحمته بهم، وكان الله غفورا لعباده رحيما بهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن الذين توفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، تقول لهم الملائكة حال قبض أرواحهم توبيخا لهم على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين، فيجيبون معتذرين: كنا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة نرد بها عن أنفسنا. فتقول لهم الملائكة توبيخا لهم: ألم تكن بلاد الله واسعة فتخرجوا إليها لتأمنوا على دينكم وأنفسكم من الإذلال والقهر؟ فأولئك الذين لم يهاجروا مثواهم الذي يستقرون فيه هو النار، وساءت مرجعا ومآبا لهم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ويستثنى من هذا الوعيد الضعفاء أصحاب الأعذار رجالا كانوا أو نساء أو أطفالا، ممن لا قوة لهم يدفعون بها عنهم الظلم والقهر، ولا يهتدون إلى طريقة للتخلص مما هم فيه من القهر. فأولئك عسى الله برحمته ولطفه أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا عن عباده غفورا لمن تاب منهم. ولما ذكر الوعيد على ترك الهجرة مع القدرة عليها رغب فيها فقال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ومن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضات الله يجد في الأرض التي هاجر إليها متحولة وأرضا غير أرضه التي ترك ينال فيها العزة والرزق الواسع. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم ينزل به الموت قبل وصوله إلى مهاجره فقد ثبت أجره على الله، ولا يضره أنه لم يصل إلى مهاجره، وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم في قصر الصلاة الرباعية من 4 ركعات إلى 2 ركعتين إن خفتم أن يلحقكم مكروه من الكافرين، إن عداوة الكافرين لكم عداوة ظاهرة بينة. وقد ثبت بالسنة الصحيحة جواز القصر في السفر حال الأمن.